يا بنات هاشتاج كرافت. النهاردة انا هعلمكم ازاي تعملوا تليفون. اول حاجة محتاجينها هي كرتونة لعبة. دي كرتونة لعبة ال سبرايز. ماشي، انا اخترت كرتونة اللعبة دي لان هي ابيض من جوه، عادي ممكن تختاري اي حاجة فيهم. اللي انا عملته هو ان انا خدت ده ورسمت الشكل ده. هو انا اخترته لان هو كان ظهره كده، ده يعني ده الظهر، ده الوش، في اكيد اشكال في الوش. ماشي، فبعدين قمت رسمه واحد تاني وقصاه بالشكل ده كده. ماشي، ده بقى التليفون من قدام ومن ورا، يعني هو التليفون هيبقى كده وهيفتح ويقفل كده، بس انا هخليه بيقلب، هيبقى خليه تليفون فليب فلوب. التليفون كده هتشوفوا الفكرة بتاعته، يعني تحفة قوي الصراحة. ماشي، فاللي انا هعمله هو ان انا هجيب الكرتونة دي واجيب القلم الفلوماستر زي ما انتوا شايفين اهو، واحاول احدد الشكل ده كده، احاول احدد كل الشكل ده كده. وبعدين بعد ما حددت الشكل ده هقصه بالمقص. تمام بنات، زي ما انتوا شايفين بعد ما رسمت الرسمة قمت قصاها ولزقها ورا، بقى شكلها كده. هو يا جماعة مش لازم يطلع لكم نفس الشكل ده، انا اخترت كرتونة لعبة بس عشان توفر لي في الوقت وعشان فيها اشكال من ورا. دي كرتونة عروسة. ماشي، طيب اللي انا هعمله بقى دلوقتي هو ان انا هجيب مسدس الشمع ده زي ما انتوا شايفين كده، وهحاول اعمل دواير. ليه بقى؟ كأنه زراير للتليفون، بس لازم قبل ما اعمل اي حاجة لازم اعمل حاجة اسمها خريطة ذهنية. يعني ايه خريطة ذهنية؟ يعني هشوف ده بيفتح وبيقفل كده، انا عايز اعمل التليفون كده هيفتح كده. ماشي، فاقوم عاملة التليفون كده. فاهمين قصدي طبعا؟ يعني المفروض ده انا كنت عاملاه قدام وده ورا، هتشوفوا يعني انا هعمل ايه. دلوقتي انا جبت فردة حلق ببريمة من ورا، ودلوقتي انا هعمل ببساطة هفك البريمة كده، يا رب بس ما تضيعش اهي. ماشي، وهدخلها في فستان عروسة ال دي. بعد ما دخلتها هنا كان في برضو من اللي هو ده، فبقت فليب فلوب ببساطة اهي، فليب فلوب بمنتهى البساطة. او ما انا عاملة بقى دلوقتي جايبة البريمة وسداها. بصوا يا جماعة، ركبت فردة الحلق، هو ان انا خرمت هنا وطلعته من هنا. بصوا بقى سبحان الله بيقلب، بصوا ازاي انا عايزاه بقى كده يقلب كده. ماشي، وبعدين يا جماعة بعد ما عملنا كده انا ضربت بالشاكوش على ورا بحيث انها بقت نايمة كده. يعني هو حلق معدن، لازم يكون حلق معدن، ما ينفعش يكون حلق بلاستيك. ماشي، المهم بقى بعد ما عملت الخطوة دي، هو اللي انا عملته هو علشان يبقى تساوي واحد، انا عملت بس الحتة دي عملت فيها جبت المبرد الخشبي ده، مبرد خشبي بتاع الماما، ب10 جنيه ب12، مش مبلغ يعني. وقعدت ابرد اللي هو اصنفره، قعدت اصنفر الطروف بالمبرد عشان يبقى كله سوا واحد. تمام يا بنوتاتي، زي ما انتوا شايفين عملت الاتنين قد بعض بالظبط. و دي عملت اكتر من طبقة زي ما قلتلكوا. رسمت نفس الرسمة اللي انا كنت رسمها في الاول ولزقتها باكتر من كرتونة وقعدت اقص عليها، يعني لزقت دي هنا وقصيتها وبعدين لزقتها تاني. فاهمين قصدي عملت اكتر من طبقة ليها فبقى شكلها كده. ماشي، وبعدين جبت مبرد ضوافر عادي جدا، لأحسن يكون خشبي، وصنفرتها او بردتها بحيث ان هو الطروف تبقى زي كده زي ما انتوا شايفين، مفيش حته طالعه وحته نازله، لا بردتها. طيب بعد ما انا بردتها وخليت شكلها جميل كده، اجيب بلاستر. انا بستعمل البلاستر ده لان هو بلاستر قوي، يعني البلاستر ده بيعيش وبيلزق في الجسم. فانا هعمل بمنتهى البساطه زي ما انتوا شايفين كده،
هقطع حتة من البلاستر والزق حتة هنا، بعدين الزق حتة ورا، هتشوفوا دلوقتي. يبقى انا هنا عملت ايه؟ انا قمت قافله التليفون وقمت حاطه بلاستر هنا وحاطه هنا وحاطه هنا، بلاستر عادي كده كده كده، وبعدين قمت فاتحه التليفون وقلبه البتاعه دي كده ولازقه هنا ببلاستر عادي جدا. ماشي. وهو الصراحه التليفون يعني لسه مفيهوش زراير، لسه مفيهوش حاجه، وتحفه قوي، تحفه جدا. هقول تاني علشان انا عارفه ان انا مش واضحه. بص، كأن ده بلاستر، لزقت هنا، ماشي، هو اصلا ملزوق مش محتاجه مسدس شمع في حاجه، وبعدين لزقت هنا وبعدين لزقت هنا بالشكل ده كده، لزقت بلاستر كده وكده وكده، بس هو كده. ماشي. لسه ما خلصتش التليفون طبعا، يعني انا بس ايه بوضح لكم. وطبعا زوايد اللزق دي انا هقصها، مش هسيبها كده طبعا، بس انا هو بوريكم الشكل المبدئي. تاني لزق كده كده وكده. ممكن تستعملوا البلاستر الشفاف العادي، ممكن، بس انا بفضل ده لان ده اقوى، اللي هو البلاستر الطبي ده هو اقوى بالنسبه لي. ماشي. اوكي يا جماعه، بمسدس الشمع عملت زي زراير كده ولزقت الاتنين دول عشان شكلهم كيوت. ماشي. دي بقى كأنها زراير، على فكره عايزه اقول لكم مريحه قوي في الضغط عليها، يعني تحفه قوي. بمسدس الشمع انا ماشيه معاكم اهو، واحده واحده على قد ما اقدر. ماشي. وهو التليفون فليب فلوب، بيقفل ويفتح. لسه ما خلصتوش طبعا، لسه دي البداية تعتبر. يقفل كويس اهو. ماشي. هضيف بقى في حركة محدش تاني من اليوتيوبر اضافها، وهو ان انا هخلي الفليب فلوب ده مقلوب كده. ماشي. وهجيب كرتونتين قصهم قد بعض بالظبط، هلزق واحدة واقفة هنا وواحدة واقفة هنا، هتشوفوا ليه بعد شوية. اوكي يا جماعة، زي ما انتم شايفين عملتها رفيعة قوي، وحاولت ان انا اعملها اكتر من طبقة عشان اتخنها زي ما انتم شايفين. والمعروف طبعا هو ان انا جبت المبرد وبردتهم، حتى لو تلاحظوا في بواقي البرد هنا، قعدت اعمل كده 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 بسرعة. ماشي. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ دي علبة العروسة، ده السعر، مش هبين السعر، انا فصلت فيها ما تقلقوش، ما خدتهاش بالسعر ده. المهم يعني هناخد المقاسات وهنقص قد المستطيل ده، هنقص مستطيل، ناخد المقاسات كده ونقص مستطيل. تمام يا جماعة، بعد ما قصيت المستطيل ده لزقت عليه طبقة شفافة من اللي هي العلبة بتاعة العرايس، او لو ما عندكيش ممكن تستعملي عادي البلاستيك الشفاف ده، بس انا يستحسن ده لان هو ده امتن. وانا ليه عملت الطريقة دي فوق انها تلف كمان، يبقى ممكن احط فيها صور بسيطة. خدت المقاسات الطول والعرض، وانا حاطة اكتر من صورة يعني، بس مش عارفة عشان ضوافري. هو انا بصور بايد واحدة على فكرة، يعني عشان تعرف محدش بيساعدني في القناة دي، انا اللي بساعد نفسي. المهم، بس يا جماعة علشان دهنت الاطراف دي بالمونوكير، الطروف دي اللي هي الحواف دي، اللي هي المنطقة دي دهنتها كلها بالمونوكير، فهي بقى ايه لزقت لان انا دهنت الاتنين دول مع بعض. المهم، هو ايه الطبقة الشفافة زي ما انتوا شايفين اهي، لونت هنا الحواف. ماشي. دلوقتي انا قصيت شوية صور على قدهم، نحط الصورة اهي كده. ليه انا عملتها فتحتين، مش تلات، مش فتحة واحدة، علشان لو برضو جينا نقلب التليفون كده، يعني اتقلب، ايوه، جينا نقلبه كده نقدر ان احنا نلف الصورة برضو وندخلها في اي حاجة ونخرجها في اي حاجة برضو زي ما انتم شايفين اهي.
دي بقى ايه الصفحة الرئيسية للتليفون. ماشي، التليفون اهو، الكاميرا اهي وكل حاجة اهي. خش جوه الصورة. وده زي ما قلت لكم الزراير عملتها بمسدس الشمع، ده تصميم ممكن تعملوه بالخرز، ممكن ترسموا، ممكن تعملوا اي حاجة انتوا عايزينها. حتى في ده هنا اهو على ايديا، مش مهم. المهم انا عملت باللون البني عشان يكون واضح اكتر، واللون البني لون الكاندي الشوكولاتة اهو زي ما انتوا شايفين. عملت الاشارات وعملت كل حاجة اهو. ومثلا ايه ده اللي هو ايه، لو عايزة اجيب التليفون جنبي كده، شوفوا تليفون سلايد. طيب لو انا مش عايزة التليفون سلايد وعايزاه مثلا ايه مستقيم، بسيطة، احط الصورة دي. بصوا بمنتهى البساطة، تحسوا ان هي يعني ايه حلوة قوي. على فكرة يا جماعة انا اللي صاحبة الفكرة دي، انا مستوحياها من قناة اجنبية، بس انا اللي صاحبة الفكرة دي، يعني انا اللي حاطة التاتش بتاعي اهو. صورة فوق صورة اهي، تيت 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 تيت. وعايزة اقول لكم مسدس الشمع لما جيت اعمل بالزراير مريح قوي للضغط، بدوس يعني مريح قوي، مريح جدا. ماشي، ده كان ايه، ده كان الواجهة. اجي اقفله اهو، قفلت حتت متساوية قافلين قد بعض. الوردة دي كأنها الكاميرا الخلفية، ودي الفيونكة بتاعتها، ده حلق على شكل فيونكة كأنه يعني حاجة في البلوزة بتاعتها. وده زي ما قلتلكوا اللي بيلف ويتفتح كده ويتقفل كده، بجد تحفة قوي، تحفة جدا. وده هنا البلاستر، رسمت عليه رسومات اهو، رسمت عليه رسومات وشخبطات. كملت هنا تلوين الشوزة بتاعتها قلم فلوماستر، بس هي شكلها حلو. في هنا حاجة كده مش عايزة تطلع. المهم زي ما انتم شايفين احلى تليفون واحسن تليفون اهو، احسن تليفون بجد. البتاعة دي بتلف. في حد عنده تليفونات زي كده؟ طبعا اللوك مش هيكمل غير بلمبة بتنور عادي، ميدالية. وهو يا جماعة بعد ما ضفت البتاعة دي، ماشي، بنات طبعا هيسألوني ايه دي، هقول لكم. بصوا يا بنات، دي انا كنت جايباها من المحل بتاع الخردوات او محل المكتبة. دي عصيان قابلة للثاني، بستعملها في حاجات كتير. دي انا كنت شاريها من محل الخردوات او من محل المكتبة. دي عبارة عن عيدان بتتنى، اسمها منظف انابيب برضو يعني. انا جبت دي، مش عندك عادي ممكن تستعملي اي خيط عادي، ممكن برضو يعني تستعملي خيط وفتلة عادي برضو. المهم زي ما انتوا شايفين عملت ايه بقى. لو انت عايزه تعملي نفس فكرتي برضو، لان هي احسن، لان دي ممكن اتنيها فوق وتحت عادي، بتتنى وبتروح في اي حته. ودي الكرة دي كمان بتنور. بصوا بقى خلاص التليفون المثالي، تليفون فيه كل حاجه. وعلى فكره ده ما كلفنيش كتير، ده تحت سلسله هاشتاج اقل من 50 جنيه. بصوا يا بنات عملت انا ايه. اول حاجه عملتها هو ان انا جبت مسدس الشمع وقمت لفه العود ده عليه ولزقاه بمسدس الشمع، بعدين قمت لفاه، وبعدين بعد ما لفيته قمت حاطه الخيط ده هنا ولفاه ومشيه، وبعدين ايه قمت لفيت الخيط ده تاني هنا لحد هنا، بقى شكله كده بس. او ممكن عايزه تعمليه بخيط ستان عادي او خيط عادي، ممكن تلزقي مسدس الشمع حوالين كرة النور، او تعلقي ميدالية او اي حاجة. استنوا نشوف معايا ميدالية ولا لا. دي مثلا ميدالية بتنور، ماشي، كان فيها ميدالية هنا اهي. اقوم انا مدخله الخيط فيها واحاول ان انا ايه، بعد ما اجيب الخيط فيها اي ميدالية اي حاجة بتنور. دي الخطوة دي مش اساسية، انا كده خلاص خلصت التليفون، بس هو انا ضايفة الميدالية عشان ايه، علشان يكون شكلها احسن يعني، او يكون فيها حاجات اكتر.
وندخلها كده كأن في عقدة هنا، ندخلها ونحاول نربطها حوالين التليفون بالشكل ده. او بصي لو مش عارفة خالص، دي من اللي هي باللمس، يعني شوفوا باللمس بتنور. ممكن تجيبي من الكور دي، هي مش غالية خالص، هي ب5 جنيه. هتقولوا 5 جنيه على كورة، هقولكوا دي كورة بتنور، قعدت معايا، دي قعدت معايا من 3 شهور او 4 شهور، لسه شغالة. تلزقيها هنا وخلاص. لو مش عارفة تعملي الخطوة دي، تلزقيها بمسدس الشمع او بأي لزق قوي عندك وخلاص. ماشي. وده شكل التليفون، بس مش النهائي لان انا لسه هعمل هنا حاجات. المهم ده يعتبر شكل التليفون. اوكي يا جماعة، وده اخر تحديث للتليفون. مش مهم، عملت هنا اتصال وغلق الاتصال وكده خلاص بقى. وهنا الصور وكده كله تمام. عايزين اي حاجة في ازاي تعملوا المشروع ده، بس يعني اكتبوا في الكومنتات. شكرا لكم على المشاهدة.